طبعا يا شباب اليوم معانا قصة حق أحد المربي أخذنا منه طيور 600 ريال سعودي زوج ما شاء الله تبارك الله مستوى حلو. وطبعا أبو عاهد أنتج منهم وكاثر منهم وأعطينا من هذه السلالة لأشخاص معينين هذاك بس عندك أنتج منهن. طيب قاموا يخرجوا منهن على ضوء لشخص ثاني عشان الشيء كان هذاك يحتاج يشتري. طيب صاحبنا الأساس الأول اللي أخذنا منه يجوا يعرضون عنده يقول لك هؤلاء مشن طيور اصول. طيب ليش تعيب في الطيور يا اخي وهن اساسا من طيورك؟ ما قدرت تميز بين طيورك الدم حقك؟ يعني لما تجي تقول هؤلاء مشن اصول اللي عندك اصول. طيب انا الشخص انا اشتريتهم من عندك، ليش ترجع تعيبهن؟ هكذا انت ترجع تعيب طيورك مش تعيب الطيور الناس، عشان مقصدك انك انت شي تبيع طيورك. تقول لا مشين حلوات، ها الحلوتين الطيور اللي عندك في البيت اللي قد خرجتين خلاص ما عادينش حلوات. الله المستعان. وكله علشانك انت يا الوكالة، فهم؟